ما تيجي اقول لك على اكتر طريقه صح تتنفس بيها، تمارين التنفس الحجاب الحاجز. خليني اقول لك تعملها ازاي. اول حاجه تضغط على بطنك لجوه وتطلع كل الهواء اللي موجود. هعمل كده اهوت، وبعد كده وانا باخد الهواء ابدا اطلع بطني لبره. فهعمل ايه؟ انا دلوقتي بطني منفوخه وانا بطلع الهواء وهكذا. تاني حاجة مهم جدا يكون التنفس عميق وببطء، وده من خلال ان انا باخد الهواء من الانف ونحبس نفسنا شوية ثواني وبعد كده بنطلع النفس ببطء من خلال الفم. تالت حاجة التنفس مع المقاومة. استخدم انبوبة او قشة او شفاطة عشان ده مسؤول عن تقوية الهواء اللي طالع. واخيرا التنفس اثناء الحركة. مارس تمرين التنفس وقت المشي او الجري، وده هيساعد على ربط التنفس بالحركة، ولكن مهم جدا انك تركز انك بتتنفس صح عن طريق عضلة الحجاب الحاجز وعضلات البطن، مش بتاخد النفس كده وتطلعها كده. وخد بالك التوتر بيأثر بشكل سلبي على التنفس، حاول تسترخي كده قبل الغنى. حافظ على وضعية جسمك مستقيمة ومريحة وقت الغنى